شوف سرعة شوف سرعة شوف سرعة شوف سرعة. الله عليك الله عليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في مقطع جديد. مقطع اليوم إن شاء الله غادي يكون عبارة عن ردة فعلي على لاعب ريال مدريد الجديد، اللاعب بورتو السابق إيدير ميليتو. أتوقع هو لاعب مدافع وكيلعب يا إخواني في بعض المراكز الأخرى اللي غنذكروها في هذا المقطع إن شاء الله. قبل البداية تنسوا الصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ثاني شيء اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وكنتمنى يا اخواني انكم تضغطوا اللايك، عطونا اللايك وعطونا الراي ديالكم في التعليق على هذا اللاعب هذا. هل هو مميز في نظرك؟ هل هو صفقه جيده لريال مدريد ام لا؟ بلا ما نطول عليكم يا اخواني المقطع، خلينا نبداو ردة فعلنا على اللاعب. قبل بدايه المقطع لا تنسوا اخواني ان تتابعوني على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك والانستغرام وكذلك سناب شات. جميع روابط حساباتي ستجدونها في الوصف اسفل الفيديو. وعلى بركه الله يا اخواني غنبداو ردة فعلنا على ايدير ميليتو، لاعب بورتو السابق ولاعب ريال مدريد الجديد. صراحه يا اخواني بعض الاشخاص يقولون انه دانيلو الجديد، لكن على ما اظن يا اخواني اذا كان يعني صفقه قبل عليها زيدان اتوقع انه غادي يكون لاعب كبير. بعض المميزات يا اخواني بالنسبه لهذا اللاعب هذا، شوف 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 توقعه كان صح في المكان المناسب، شوف كانت الكره في الشباك. المهم يا اخواني بعض مميزات هذا اللاعب هذا، اتوقع لاعب كبير وربح كبير لريال مدريد، هو انه يلعب في ثلاث امكنه. يلعب في ثلاث امكنه، ممكن يلعبها يا اخواني في مكان راموس وفاران يعني مدافع وسط، وممكن يا اخواني يلعب. الله عليك الله عليك الله عليك، شكله فاران ثاني، شكله فاران ثاني. شوف 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 الارتقاء والراسيه، شوف يعني فاران يمتاز بضربات الراس، وهذا اللاعب ايضا سجل هدف خرافي بضربات الراس. شوف 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 كما قلت يا اخواني يلعب يعني في وسط الدفاع، ويلعب ظهير ايمن، ويلعب في وسط ميدان دفاعي. ممكن ينافس كاسيميرو، ممكن ينافس يعني راموس وفاران، وممكن ينافس كارفاخال على امكنتهم. وهذا يا اخواني كما قلت ربح كبير لريال مدريد بالنسبه لهذا اللاعب، يلعب في ثلاث امكنه. الله عليك الله عليك. لحد الان يا اخواني يمتاز بضربات الراسيه، يمتاز بضربات الراسيه، لكن اللي يهمنا احنا يا اخواني واللعيب اللي كاين في ريال مدريد حاليا هو في الدفاع. نتمنى يا اخواني يكون مدافع جيد يقطع كرات بشكل جيد. شوف لحد الان يا اخواني يعني كرات يقطعها بشكل رهيب جدا، كرات يقطعها بشكل رهيب جدا. شوف لا لا لا، الكوبري ماشي على ايدير، الكوبري ماشي على ايدير، لاعب ريال مدريد الجديد. هو البرازيلي، هو برازيلي بطبيعه الحال كما قلت. بعض الاشخاص يقولوا انه دانيلو الجديد، كما عرفنا يا اخواني مستوى دانيلو مع الريال كان سيء، لكن مع مانشستر سيتي اتوقع المستوى ديالو اصبح افضل يعني عكس ما كان مع ريال مدريد. دائما يا اخواني بيب غوارديولا يعني تعطيه لاعب مقتول يرد لك لاعب جيد جيد جدا. الله على الكوبري، اتوقع فيها كوبري هنا، اتوقع فيها كوبري هنا. قلت لكم يا اخواني لاعب يمتاز يعني بالمراوغه، مقاتل في الدفاع، ويمتاز يلعب في جميع المراكز تقريبا في الدفاع. صراحه لاعب ربح كبير لريال مدريد. الله عليك الله عليك الله عليك. هذا مدافع ام مهاجم؟ قلت لكم يا اخواني، قلت لكم يا اخواني ظهير، يلعب كظهير ايمن ايضا، يلعب كظهير ايمن ايضا. شوف 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 هنا في اللاعب، شوف شوف مشى الاول والثاني. شوف الله عليك الله عليك، وجاب خطا، جاب خطا جاب خطا. يدير 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 تسديده لكن سهله سهله في الحارس. لا لا يا زيكو، لا يا زيكو، ما تمرش ما تمرش يا زيكو، انه لاعب ريال مدريد الجديد. صعب صعب انك تمر، صعب انك تمر. طبيعة الحال يا اخوان الريال شرى هذا اللاعب يعني بكسر العقد ديالو ب 50 مليون يورو على ما اظن، 50 مليون يورو. شوف 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 هو صاحب توزيع بطبيعة الحال، هو صاحب توزيع. الله عليك الله عليك. ثاني هدف ليه في هذا الملخص، ثاني هدف ليه في هذا الملخص. يعني صراحة يا اخواني مدافع هداف، مدافع هداف. خلينا نشوف يا اخواني هل سنرى راموس مرة أخرى، أو لاعب مثل راموس يعني يسجل ويكون مدافع ويسجل، يعني غيكون ربح كبير لريال مدريد. الله عليك الله عليك الله عليك. صراحة لاعب قوي، لاعب بدنيا أتوقع أنه قوي، بدنيا أتوقع أنه قوي، لكن يا إخواني اللي يقتلني فيه هو أنه مهاري، هو أنه مهاري. طبيعة الحال كاع البرازيليين يعني موهبة من عند الله سبحانه وتعالى، كاع البرازيليين موهبة من عند الله سبحانه وتعالى. شوف 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 مدافع يعطيك كوبري، مدافع يراوغك مدافع. شوف 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 الله عليك الله عليك. يمتاز بالسرعة أيضا، من قواته يا إخواني السرعة، من قواته السرعة. صراحة يعني كان سريع في ديك اللقطة. ما يمرش ما تمرش يا حبيبي، ما تمرش ما تمرش. انه ايدير، انه ايدير في المكان المناسب، انه ايدير في المكان المناسب. الله على التوزيع، الله على التوزيع.
لا 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 يا حبيبي، لا لا، واش لعب كره ولا لعب؟ لا لا، صراحه قوي صراحه قوي بدنيا. هذا المدافع قوي بدنيا، واتوقع انه يعني صفقه كبيره لريال مدريد. صفقه اخواني كبيره وقويه لريال مدريد، واتوقع انه راح ينجح يعني مع الريال ان شاء الله باذن الله. سمعت يا اخواني، قرأت عليه اخواني بعض الاخبار، هو انه خدا افضل مدافع لمده 4 اشهر في الدوري البرتغالي. 4 اشهر متتاليه فاز بها كافضل مدافع في الدوري البرتغالي، يعني هذا امر جيد يا اخواني. كما قلت ان ثقتنا كامله في زين الدين زيدان، يعني لو لم يكن لاعب ممتاز لما وافق زيدان على استقطابه وشراؤه وكسر عقده ب50 مليون يورو. شوف دائما يعني التوقعات دائما يا اخواني، التوقع ديالو يكون صعب، دائما التوقع ديالو يكون صعب. شوف الله عليك، الله عليك يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. لا لا لا، ما تمرش يا حبيبي، الكرة ما تمرش، الكرة ما تمرش، يدير في المكان المناسب. الله عليك، الله عليك. لا لا لا، صراحة قوي. مرة أخرى نعاودها يا إخواني، قوي بدنيا، هذا المدافع قوي بدنيا، وهذا يا إخواني اللي طلبوا ريال مدريد، قوي بدنيا، سريع، يمتاز بضربات الرأس، يمتاز بالمراوغة، يعني شيء كبير. والقوة الضاربة يا إخواني ديالو هو أنه يلعب وسط ميدان دفاعي، ويلعب في الدفاع، ويلعب كظهير أيمن، وهذا يا إخواني ربح كبير لريال مدريد صراحة يا إخواني، ربح كبير لريال مدريد، يعني راح يعوض يعني كثير من اللاعبين. اذا غاب يا اخواني كارفاخال ممكن يعوضوا، الى غاب راموس او فاران ممكن يعوضوا، والى غاب كاسيميرو ممكن يعوضوا. بصراحه يا اخواني ربح كبير للريال كما قلت، ربح كبير. شوف كيف قطع كره، شوف السرعه، شوف السرعه، الله عليك، الله عليك، الله عليك. صراحه لاعب سريع، قلتها يا اخواني، لاعب سريع، لاعب يمتاز بالسرعه. لا لا لا، هاد اللعبات ما ديرهمش عليه، مثل هاد اللعبات ما ديرهمش عليه، انه ايدير يا ساده، انه ايدير يا ساده. لا لا لا، اقسم بالله لا، قوي بدنيا. اتوقع يا اخواني قامتوا ايضا تعاونوا انه يحيد الكرات بالراسيه. شوف كم كره حيدها بالراس. شوف اتوقع يعني غيكون متر و80، اكثر من متر و80 هذا اللاعب، يعني ربح كبير لريال مدريد صراحه، ربح كبير لريال مدريد. ونتمنى انه يا اخواني يكون في المستوى ويقدم المطلوب منه مع ريال مدريد ان شاء الله، لان يا اخواني صراحه نقطه ضعف الريال في هذا الموسم هي الدفاع. نكونوا عوضنا الدفاع، جبنا مدافع جيد. كنتمنى يا اخواني الريال يجيب لنا لاعبين في الهجوم، لاعبين مثل هاري كين، لاعبين مثل ايدن هازارد، لاعبين مثل كيليان بامبي، يعني على الاقل لاعبين ولاعب في وسط ميدان. اتوقع ان الريال خلاص راح يكتمل، وان شاء الله الموسم القادم ثلاثيه. لا يا حبيبي، لا لا لا, لا، ما ديرهاش عليه، قوي بدنيا هذا اللاعب، قوي بدنيا هذا اللاعب. في المكان المناسب، ايدير في المكان المناسب. لا 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 لا، صراحة مدافع جيد. الله عليك. قلت لكم يا اخواني شكله فاران في ريال مدريد. لا ما تمرش، لن تمر. لكن يا اخواني سريع، هذا اللاعب سريع. صراحه مثل هاد اللاعبين يا اخواني يعجبونني كثيرا صراحه، يعني لاعب سريع ولاعب قوي بدنيا ويمتاز بالرأسيات، لاعب ممتاز، وخصوصا في مركز مدافع. المهم اخواني، كانت هذه ردة فعلي على ايدير ميليتو. صراحه لاعب قوي جدا يا اخواني بدنيا، لاعب سريع، لاعب يا اخواني يعرف يتمركز في مربع العمليات، لاعب يمتاز ضربات الراس خصوصا يا اخواني في الدفاع، يعني عنده ضربات، يعني كاع الكرات تقريبا اللي شفت في الملخص حيدها بضربات الراس. صراحه يا اخواني مدافع ربح كبير لريال مدريد، وكنتمنى يا اخواني انه يتوفق مع الريال ويكون يعني صفقه ناجحه لريال مدريد، ويعني يسد ديك الثغره الموجوده في الريال. صراحه يعني
ثنائي راموس ولا فاران، يعني ما كاينش داك الانسجام بين اللاعبين. وشفنا هذا الموسم يا اخواني يعني الريال كم تلقى من الاهداف، يعني تقريبا نفس الاهداف اللي سجلها، مع العلم اننا مسجلين تقريبا يعني اتوقع 32 هدف. لذلك يا اخواني اتوقع ان الريال كان بحاجه ماسه لهذه الصفقه، واتوقع انه لاعب ممتاز. لو لم يكن ممتازا يا اخواني لما يعني قبل عليه زين الدين زيدان خلى الريال انها تدفع الشرط الجزائي باش تشري هذا اللاعب. صراحه يا اخواني كما قلت في الاول لاعب يلعب في 3 مراكز، يلعب مدافع ويلعب جناح ايمن ويلعب وسط ميدان دفاعي. يعني الريال عنده حلول، يعني الريال الان اصبح عنده حلول. هذا اللاعب يقدر يعوض لك لاعب او لاعبين. المهم اخواني كانت هذه ردة فعلي على ايدير ميليتو. اكتبوا لي في التعليق يا اخواني هل يعني في نظركم غيتالق مع ريال مدريد ام لا هذا اللاعب. كان هذا هو مقطع اليوم، لا تنسوني باللايك وبالاشتراك في القناه وتفعيل جرس ليصلكم كل جديد. مع السلامه. Nigga go crazy on yappers, run with them choppers, cooking up beef with that China. I'm a young nigga who's solid, max on that shotter, duck TG, that's on my mama. Show me a check or show me respect. Either way you go, I'm coming for next.